معايا الاستاذ عماد مهدي عضو اتحاد الاثار او الاثريين المصريين. استاذ عماد، الاول صباح الخير. صباح الخير لحضرتك. اهلا وسهلا بيك استاذ عماد. حق المرأة في مصر كان شكله عامل ازاي في مصر القديمة؟ حضرتك طبعا احنا لا نغفل بهذه المناسبه طبعا عيد العمال في مصر، وان احنا نغفل دور المراه اللي كانت عنصر هام جدا في الحضاره المصريه القديمه وساعدت في بناء هذا الاقتصاد القوي. يعني بنقول ان دور المراه كانت رعايه الزوج والابناء في الاسره، ولكنها كانت امراه عامله ومنتجه في مجتمعها. عندنا المراه اول طبيبه سجلها التاريخ المصري، اول طبيبه عرفها العالم هي السيده بشت، ودي من الاسره الرابعه في الدوله القديمه. اول طبيبه في العالم مصريه بشت، ودي من الأسرة الرابعة في الدولة القديمة. يعني ده نموذج رائع نفتخر بيه كمصريين، إن أول طبيبة عرفها العالم كانت سيدة مصرية في عصر الدولة القديمة. عندنا كمان سيدة تيشات، دي أول مديرة أملاك لحاكم إقليم، يعني نقدر نقول كده مثلا مديرة أعمال محافظ إقليم بني حسن اللي هو المدعو خنوم حتب. فلا نغفل دور المرأة العاملة في مصر القديمة، كانت امرأة رائعة ومنتجة وسيدة قديرة في رعاية زوجها وفي رعاية مجتمعها. المجتمع كان بيبص للمرأة المصرية في التوقيت ده في مصر القديمة ازاي؟ المرأة المصرية كان لها كل الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل، مفيش أي تفرقة خالص. يعني لما اقول لحضرتك ان المرأة وصلت لارتقاء اعلى المناصب في مصر القديمة، منها كبيرة الطبيبات ومديرة املاك الحاكم. وعندنا برضو نموذج السيدة نيني فردي، سيدة اعمال، يعني برضو هنقول اول سيدة اعمال عرفها العالم كانت مصرية قديمة، بتعود للاسرة الحديثة الاسرة 19، ودي كانت تملك اراضي شاسعة، وكان وكلائها يروجوا منتجاتها حتى سوريا، حتى حدود سوريا. طيب المرأة الحاكمة المصرية كان سماتها ايه او صفاتها كانت ايه؟ طبعا الشخصيه القويه جدا، العداله، ده مفهوم العداله ده في مصر القديمه كان اهم عنصر مهم جدا لاي حاكم او لحاكم اقليم او لموظف في الدوله. العداله، مفهوم العداله اللي هو معي. وعندنا نماذج مثلا عندنا القروي الفصيح، اول فلاح وقع عليه ظلم في مصر القديمه برضو، اللي هو المخرج الشادي عبد السلام الرائع اللي عمل عنه الفيلم القروي الفصيح اللي هو خين انوب دوت. اول فلاح وقع عليه ظلم. بيمثل لنا هذا المصادر الاثريه ازاي ان المصري كان بيسعى ان هو يسترد حقه، انه لا يرضى ان يقع عليه اي ظلم. ده بنتكلم كعامل بمناسبه عيد العمال. عندنا مثلا برضه حضرتك انت اشرت في حديث حضرتك للهرم الاكبر والخرطوش بتاع الملك خوفو. احب بس اضيف هنا حضرتك ان ده او الدليل اثري يثبت ان بناة الاهرامات لم يعملوا بالسخره. صحيح. بل ان العمال المصريين كانوا بيحبوا. اقول لحضرتك ان هذا الخرطوش مش موجود في مكان ظاهر، ده موجود فوق مخبيينه، كانوا مخبيينه. ده من حب العمال لهذا الملك ولهذا البناء. علشان لو الخرطوش ده اتشاف في هذا التوقيت كان ممكن يتم رفض الحجر ده كله. بالظبط. انما ده في غرف تخفيف الوزن، ده في مكان مخفي فوق خالص، يعني في غرف تخفيف الوزن مكان صعب الوصول اليه. وده طبعا بالمداد الاحمر. طبعا عندنا حادث العالم الاثار الالماني الشهير اللي حاول ان هو ياخد هذا المعلم، يعني كده حتت منه. صحيح. ده حضرتك ده تطمس لهويه بناء الهرم، يعني ده عشان طبعا ادعاء اليهود وادعاء الغرب ان عمال الهرم بنوه بالسخره. عايز اقول لحضرتك ده تصريح خده مني، ان بناء هرم خوفو هو اكبر مشروع قومي عرفته مصر للحد من البطاله. ليه؟ لان كانت مصر في عصر الدوله القديمه كانت بتمر بكل سنه 3 شهور من الفيضان، وده كان بيبقى وقت في بطاله وكل الناس قاعده ما بتشتغلش. الملك خوفو خد الناس ديت العمال المصريين وابتدى ان هم يبنوا الهرم لمده 20 سنه. وقت الزمن كان 3 شهور في السنه فقط عمل اللي هو وقت الفيضان. فده اول مشروع قومي للحد من البطاله في مصر القديمه، بناء الهرم. انا بشكرك استاذ عماد مهدي جدا على المداخله دي وعلى الفلاش باك اللي